السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وأنتم في تمام الصحة والعافية، وعيدكم مبارك سعيد ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. بما أن بمناسبة عيد الفطر جيت نشارك معكم الغريبية اللي كتجي رائعة رائعة بمكونات اللي سهلة وبسيطة وكتجي لذيذة مفقعة بدون صينية. فإلى عجبكم الفيديو ما تنساوناش بواحد لايك وواحد الاشتراك، اللي ما مشتركش القناة ديالنا يشترك هكا باش يصله كل جديد. ونقول لكم مرحبا بكم في قناتي اللي هو يعني دخل عاد جديد واللي شحال هما عندي فراد داركم. أنا بسم الله على بركة الله. في المكونات هذه نحتاج كأس من الكاوكاو اللي محمر كذلك او محمص، كذلك كأس تاع الجلجلان محمر، كأس نتاع الزبدة، وكأس من الزيت، وكأس من السكر، كذلك 16 غرام من خميرة الحلويات، كل ساشي فيه فئة ما يعادل 8 غرام. كذلك واحد الساشي نتاع الفاني والقرفه اللي غادي نستعملو، وواحد شويه من الملح لتصحيح الذوق. هنايا في هذا الهاشوار هادي نحاول انني نهرمشو شي شويه نتاع الجلجلان، باش هادي ملي كنكونوا ناكلوا الغريبيه ناكلوا يعني هذاك الجلجلان كنحسوا بالمذاق نتاع الجلجلان، ما غاديش نديروه كله صاين. الا ما بغيتوش يعني تهرمشوا هكا تطحنوا نصف كاس والنصف الكاس الاخر تخليوه صاين. انا غادي نهرمشوا يعني واحد شويه. ضفت معاه داك الكاس نتاع السكر، انا نقصت شويه من السكر، خليت واحد 2 ملاعق يعني من السكر وهرمشته واحد شويه فقط. هنا بالنسبه للزبده انا درت هنايا زبده يعني سبيسيال بالحلويات، كاتبين عليها يعني تاع الحلويات كتباع عندنا في المحلات الكبرى. هنايا نتوما ديروا الزبده العاديه او الزبده حيوانيه، او تبغيو ديروا حتى المارغري، كاين اللي يبغي يديرها على حسب كل واحد والاستطاعه ديالو. هنايا ضفت هذيك الزبده ذوبتها واحد شويه، كانت عندي قاصحه في الثلاجه، فواحد شويه يعني ما ذوبتهاش، ولكن واحد شويه درتها في الميكرووند طلقت، يعني ما بقاتش قاصحه باش تجيني عفوا سهله للخدمه. فانا ضفت عليها الزيت وبديت كان يعني ندوب في هذيك الزبده وهذيك الزيت نخلطهم مع بعضياتهم، كذلك زدت السكر والجلجلان، وهذه نحاولوا اننا نحكوها مزيان هكايا مع السطح نتاع هاد الطبسيل او هاد القصعه حتى يتخلطوا لنا المكونات. وكذلك هذه تذوب لينا هذيك الزبده ما تبقاش هكاك قطع، باش تجينا يعني الغريبيه ديالنا مزيانه. ضروري هذوك المكونات كاملين نخلطوهم مزيان. كاين اللي كيدير السكر والزبده والزيت في المولينكس وكيضربهم مزيان، عاد كيزيد عليهم النواشف او المكونات الاخرى. هنايا زدت كاس نتاع الكاوكاو اللي حتى هو كيف قلت لكم محمص وهرمشته. نحاولوا اننا ما نبالغوش في التحمار ديالو، لان مازال هذا يطيب في الفران باش ما يعطيناش هذيك النكهه نتاع المروره. كاين اللي كيدير الجلجلان اخضر والكاوكاو يعني اخضر، او كيدير اللوز خضر، فالعجينه ما كتجيش بهذا الشكل يعني بهذا اللون ماغو، كتجي اللون ديالها ابيض، وملي كنكونوا نحمروها كتبقى شي شويه لينا في التحمر، وخصها تكون على نار هادئه باش تدخل ليها التحمر للداخل. هنا بالنسبه لنا ملي درنا هذوك المكونات محمرين، فهذه تجي اللون ديالها محمره من برا ومن الداخل نتاع الحلوه. هنايا زدت واحد الساشي نتاع الفاني، نكهه الفاني. هنا كان حصلت على يعني كنت مره كنلقى دوك الحبيبات نتاع الكاوكاو باقي شويه كبار، فكنت نقسمهم على 2. هنايا ضفت القرفه يعني المعلقه الصغيره، درت بها واحد النصف نتاع المعلقه. اللي يحب النكهه نتاع القرفه يديرها، اللي بغى ما يديرهاش يبغي يدير جوز الطيب او الكوزه كذلك كتجي فيها رائعه. هنايا الدقيق انا ما عبرتوش، كان عندي تقريبا واحد نصف يعني كيلو، فهادي ندير عيني ميزاني. وصراحه هاد الدقيق بلا ما يتغربل راه دائما كنستعملو وما كنلقى فيه حتى شي حاجه، وكنت هنا مزروبه كان الليل فما احتاجش انني هادي نغربل ديريكتومون، هادي نخلط العجين. فهنايا ضفت واحد الكميه نتاع الدقيق، وهذه نبقى نخلط، وإلا خاصني نزيدها. فبالنسبه للمبتدئات ما يديروش يعني
بزاف نتاع الدقيق كيديروا شويه بشويه، وهما كيخلطوا حتى يشوفوا العجينه يعني هي هذيك. بالنسبه للغريبيه راه ما كتجيش مرخوفه بحال العجينه نتاع الصابلي او العجينه يعني نتاع الكاطو العادي. فكيف هذه تشوفوا العجينه كتجي مرمله وكتنجمع. هنايا تقريبا دخلت فيها واحد 600 غرام نتاع الدقيق، ما بين كتدخل فيها ما بين 500 غرام حتى 600 غرام نتاع الدقيق على حسب يعني الدقيق واش كيتشرب ولا ما كيتشربش. هنايا غادي نقول لكم النصيحه، الا ما بغاتش تشكل لكم الغريبيه، ما بغاتش تشكلكم في اليدين ديالكم وبقات كتفرتت او كان خاصها يعني اليدام، فهذه نعطي لكم جميع الحلول انها باش هذه تنجح معكم هذه الغريبه وما هاديش تضيعوا فيها. هنا غادي نتيستيها باليد ديالي وهادي نشوف واش بغات تنجمع لي ولا ما بغاش تجمع. وكذلك غادي نحاولوا اننا نبقاو نخلطوها باليدين ديالنا مزيان حتى تطلق هذيك الزيت ديالها وتبقى تجمع. غير لما بغات تجمع في اليدين هذه نديروا لها بهذه الطريقه ونبقاو بحال ندلكو فيها نمعكوها بالاصابع ديالنا حتى تبقى تجمع لينا. كي شفتوا هنايا معكتها واحد شويه بالاصابع ديالي صافي، هذه تبقى تجمع هكا باليدين. بالنسبه اللي بقات تفرتسلو وجاتو العجينه ناشفه وما بقاش كتجمع له ما بين اليدين ديالو بحال هكا، فيضيف لها قطرات من الزيت فقط، بحال يغطس الاصابع ديالو في الزيت ويولي يخلطها صافي ويجمعها. انا هذه نحوزها هكايا للطرف نتاع الوعاء وهذه نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وكنجبد غير يعني بشويه بشويه اللي هادي نكون نكور فيه او اللي هادي نحتاج فيه باش هكايا كيكون عندنا الكولوندير في الدار، فباش هكا العجينه ما تنشفش لينا. كيف شفتوا نبقى كنمعك فيها بالاصابع ديالي هكا غير داك الشويه اللي نكون هادي نجبدو يعني باش هادي نكورو، هادي نبقى نمعك فيها غير هكا بالاصابع ديالنا حتى تتلم ليا، نحس بها انها تلمت. هنا بالنسبه اللي بغات تعبر يعني العجينه يعني شحال بغات دير في الكويرات تكورها وشحال بغات دير فيها. انا كتعجبني يعني كبيره كندير فيها من 30 غرام حتى ل 32 غرام في الحبه. كاين اللي كتبغيها يعني صغيره فديرها صغيره، فمن الاحسن هي هذه الحلويات التقليديه كتجي شي شويه كبيره يعني بحال كعب غزال بحال الغريبيات كيجيو الشكل ديالهم شي شويه كبير ما كتجيش صغيره. فهنايا غادي نبقاو ندوروها باليدين ديالنا وما نحاولوش اننا يعني نمعكوها بزاف او نبسطوها بزاف فهذه تجينا طايحه الغريبيه. فهذه يعني نكوروها باليدين ديالنا نشكلوها على شكل دائره ونرخفوا اليدين ديالنا ما نزيروش يعني اليدين ديالنا، وكذلك ما نبسطوهاش بزاف باش هكا ما تجيناش رقيقه، تجي الشكل ديالها طالع وهي تجي مفكعه. فهنايا سخنت الفران على 200 درجه حتى سخن. بالنسبه للطياب ونقصت ليها ملي دخلتها نقصت ليها ل 180 درجه، درتها في الصف الفوقاني حتى يعني حسيت بها تفقعت ورديتها شي شويه للوسط، غير كملت التحمار ديالها على نار مهيله مهيله. بالنسبه اللي عندهم فرن الغاز فيديروها لتحت حتى تفقع او يشعلوا لها من الفوق. الا كان عندهم الفوق يعني النار يشعلوا لها الفوق حتى تفقع عاد ويشعلوا لها من التحت تكمل الطياب. كاين اللي ما عندهمش في الفران يعني هذاك النار الفوق فيهبطوها لتحت يعني تفقع من الوجه ديالها حتى يشوفوها صافي تفقعت ونشفت ويطلعوها الفوق باش تطيب من التحت. فإلى هنا ينتهي الفيديو، نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه.